أصدرت إدارة مستشفى دمياط التخصصي بيانا رسميا بشأن الحالة الصحية للطفلة ريتال التي تخضع للرعاية الطبية المكثفة بعد تعرضها لإصابات بالغة في المخ نتيجة سقوطها من مرتفع بإحدى الأحياء السكنية في مدينة دمياط. وأوضحت إدارة المستشفى أن الفريق الطبي المتكامل من مختلف التخصصات يواصل تقديم الرعاية والعلاج اللازمة للطفلة، وإن حالتها تشهد تطورا إيجابيا ملحوظ. أبرز مؤشرات التحسن خلال الساعات الماضية ارتفاع درجة الوعي إلى 11 من 15 بشكل مستقر، انحسار واضح في التورم والكدمات النزيفية بالمخ مع تحسن ملحوظ في نتائج الأشعة الأخيرة، اختفاء شبه تام للتجمعات الدموية داخل المخ، استقرار النزيف بالبطن وتقلصه إلى نسبة بسيطة لا تستدعي تدخلا جراحيا، تحسن ملحوظ في الوظائف الحيوية والتنفسية، استجابة جيدة للعلاج الداعم والمراقبة الدقيقة. الحالة تميل إلى الاستقرار التدريجي، لا توجد مؤشرات حالية تستدعي أي تدخل جراحي. الاستقرار استمرار في الخطة العلاجية التحفظية مع المراقبة الدقيقة على مدار الساعة. تعود تفاصيل الحادث إلى ترقي الأجهزة الأمنية بدمياط بلاغا بوصول طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات إلى المستشفى في حالة حرجة تعاني من نزيف في المخ أثر سقوطها من إحدى المباني السكنية بمنطقة مساكن مصنع الغزل وسط مدينة دمياط في ظروف لا تزال على قيد التحقيق.